النهارده واحنا بنقضي مع حضراتكم الاحتفاليه الكبيره اللي في قلب العاصمه الاداريه. قبل ما نتكلم عن الاحتفاليه واليوم الجميل اللي احنا مقضينه فيه مع حضراتكم، حابب اعرف اشمعنى اخترنا ساحه الشعب؟ انا مبسوط طبعا بالسؤال جدا. عايز اقول لحضرتك، هو في اجمل من المنظر انت شايفه ده؟ انا بصراحه انبهرت من المنظر. هل ده كل الساده الضيوف اللي جم النهارده، كل الضيوف اللي جم، الرياضيين، الاعلاميين، الوزراء، كل الناس اللي جت النهارده الحفل، كل الناس قالت احنا حاسين احنا بره مصر. فعلا اللي عايز ياخد طاقه ايجابيه يجي العاصمه الاداريه الجديده. احنا واقفين بس في جزء من العاصمه الاداريه الجديده، الجزء الصغير اللي من العاصمه الاداريه الجديده ده يخلينا فخورين ان دي بلدنا، ان دي مصر. احنا واقفين حاليا في امام مسجد مصر. مسجد مصر حاجه منظر اكبر رائع. مسجد في الشرق منظر الاوسط. رائع. هيبقى مش مجرد مسجد، ده هيبقى مركز اسلامي ثقافي. هيكون اكبر مزار سياحي اسلامي موجود في مش في مصر بس، لا ده في الشرق الاوسط كله. واحنا دايما في قصه كنا دايما نقولها، مسجد مصر ده او مركز مصر في اعلى تبه موجوده في ساحه الشعب، وبننزل منها على ساحه الشعب. على يميننا التشريع مجلس النواب ومجلس الشورى، وعلى شمالنا حي الوزارات وحي المال والاعمال، وامامنا على طول مسجد مصر. طبعا كل الحاجات دي في منطقه اسمها في ساحه الشعب، امام اعلى ساري علم موجود في العالم كله، هو علم مصر. اعلى ساري في العالم كله. في العالم كله. وان شاء الله ان شاء الله من بدايه العاصمه الاداريه الجديده وتشغيل العاصمه الجديده، ان شاء الله باذن الله المصريين كلهم هييجوا ساحه الشعب، لان ده معمول للشعب كله، وكلنا هنيجي هنا عشان نرفع رايه مصر. عايز اقول لحضرتك الموقع اللي احنا فيه ده قد ايه بيوفر اقتصاديا. يعني تخيل انت النهارده لو عايز تيجي تروح تعمل اي مصلحه حكوميه، عايز تروح لاي وزاره، كلنا بنحتك بالحاجات دي. ممكن تحتاج انت تروح اكتر من وزاره، مجلس النواب وبيحتاجوا ان هم يروحوا الوزراء. كل ده تخيل كانوا في وسط المدينه. كل ده بيوفر في الاقتصاد المصري، بيوفر في السولار، بيوفر في المجهود. فبالتالي اصلا ده فعلا اللي كنا بنحلم بيه زمان، ان يكون فعلا عندنا مدينه ذكيه، مدينه عالميه نفتخر بها كلنا كمصريين قدام العالم كله.